أهلا بيكم، معاكم مروة صالح وشخصية مؤثرة جديدة. شخصية اليوم واحد من أشهر المطربين المصريين، وكمان كان ملحن وممثل ومنتج. هو الفنان محمد فوزي، ابن قرية كفر أبو جندي بمحافظة الغربية، رقم 21 من أصل 25 أخ وأخت، منهم المطربة هدى سلطان. اتعلم أصول الموسيقى على يد واحد من عمال المطافي اسمه محمد الخربوطي، وانضم إلى فرقة بديعة مصابني وبعدها فرقة فاطمة رشدي، وكان حريص على إحياء أعمال الفنان الراحل سيد درويش. أول أعماله السينمائية مشاركته في فيلم سيف الجلاد عام 1944 من إخراج يوسف وهبي، وتوالت الأعمال وقدم 36 فيلم سينمائي غنائي، من أشهرها كل دقة في قلبي وبنات حوا والساحرة الصغيرة وليلى بنت الشاطئ. وشارك بألحانه في أفلام ناجحة زي فيلم سوق السلاح وتمر حنة، وأنتج أفلام منها ورد الغرام والعقل في أجازة وحب وجنون. اهتم محمد فوزي بتحديث الأغنية العربية بشتى الطرق، وأدخل آلات واستغنى عن غيرها، وكان أول مطرب يغني للطفل زي أغنية ماما زمانها جاية وذهب الليل وهاتوا الفوانيس يا ولاد. أسس محمد فوزي شركة مصرفون للأسطوانات عام 1958 وتم تأميم الشركة، وكانت صدمة للفنان فوزي وبداية إصابته بمرض نادر حتى رحل عن عمر 48 عام. قال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: كلماته بسيطة لدرجة التعقيد، خفيفة بتمس المشاعر بلا انتظار لترجمة معانيها، كالرصاصة تبهر الموسيقيين الجدد ليعيدوا توزيعها. كنت معكم أنا مروة صالح وشخصية مؤثرة.